يا عين يا عين، شوف معلم، شوف هذا الشغل الصح. شوف لي على هالموديل، شوف هذا الحلا البارد معلم اللي بيتقدم لملوك. وهيك طالعنا اطيب حلا بارد، مكونات بسيطة ان شاء الله راح تعجبكم اذا طبقتوا الوصفة بحذافيرها. خلينا نبدأ بمكونات وصفتنا. اكلتنا خفيفة نظيفة، حلو بارد ومرتب. اول شي بدي غطس البسكويت بالحليب بهالطريقة هاي، ومنشيله ومنحطه عندي هون. بدنا نصفه بالبايركس كامل ليتعبى عندي على الاخر. بدي ساوي طبقتين مو طبقه واحده مشان تكون عندنا طبقه شوي من تحت سميكه. وهيك صاروا جاهزين. وهلا بننتقل للخليط اللي بدنا نحطه عليهم. بالطنجره بنحط 3 كاسات حليب، شايفين؟ نقول بسم الله. وهاي الثالثه، وبدي انزل عليها بنص كاسه سكر من نفس القياس. كل المكونات بنحطهم مع بعض حبايبي ما بيأثر. وبننزل عليهم ب4 معالق نشا كبار، وبنزل عليهم ب3 معالق كاكاو كبار. وهلا بنحركهم على البارد اول شيء ليدوبوا عندنا مزبوط، بعدين بنشغل تحتهم. عملنا لهم هيك تحريكه على البارد، وهلا بنشغل تحتهم حتى يبلش بقى يتكاثف معي المزيج. ونسينا انتم ما تنسوا ننزل بمعلقه فانيليا صغيره، هي بتعطيها نكهه كتير طيبه. بنرجع بنحرك ليتكاثف المزيج معنا. شايفين حبايبي قوامهم كيف صار عندي؟ هيك امورهم 100%. ونزلت عليهم بمعلقه زبده كبيره، وهيك بعد ما حطينا الزبده حبايبي هيك قوامها بده يكون. وفرضا حسيتوها سميكه شوي، مثلا طلعت عندكم احيانا الناس من معلقه لمعلقه نشا بتختلف، ونوعيات النشا بتختلف. طلعت سميكه بنزيد لها شويه حليب بعد ما تتكاثف عادي جدا ما بيأثر. هلا بنبلش بنصب الخليط فوق البسكويت اللي عندي هون، وبنقول بسم الله. وهلا بنظبطها هيك على الداير داير. بدنا اياها تسكر كل الاطراف وتطلع كلياتها باستقامه واحده. وهلا حبايبي بنغطيها بهالستريتش وهي سخنه، وبدنا نتركها لتبرد لمده تقريبا ساعه، بعدين بنشتغل بالطبقه الثانيه تبعها. وهلا بنجي للطبقه الثانيه. بننزل هون عندي تقريبا نص علبه كريمه. طبعا فيكم تستخدموا كريمه الشانتي طبيعي عادي جدا، واذا موجوده هاي فيكم تستخدموا كريمه الحلويات. ونبلش خفق حتى تتكاثف معنا. وهلا بننزل بالقشطه فوق الكريمه بعد ما صارت. شايفين قوام الكريمه؟ هيك بده يكون. القشطه حبايبي اي نوعيه قشطه عندكم متوفره فيكم تستخدموها عادي، بس ما يكون فيها نسبه ملوحه، انتبهوا ننزع كل الاكله. وهلا بنرجع نخفقهم مع بعض، وبننزل بهالخليط اللي عملناه. شوفوا لي على هالموديل يا عيني يا عيني. وبنظبط هالطبقه هيك على الداير داير، وتطلع عنا الامور 100%. هلا بعد ما نظبطها بنجلتنا وبنحطها بالبراد وبنتركها شي ساعتين، بعدين بتكون جاهزه للتقديم. وهيك بعد ساعتين طلعتها من البراد وامورها 100%. هلا شو بدنا نرش عليها الكاكاو معلم. بدون كاكاو ما بيمشي الحال. بهالاسلوب هاد. وهيك صارت جاهزه وامورها 100%. وهلا بدنا نقطع قطعه ونورجيكم اياها ونقول بسم الله. وهيك طالعنا اطيب حلا بارد بمكونات بسيطه ان شاء الله راح تعجبكم اذا طبقتوا الوصفه بحذافيرها. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.